السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، عن توفير سكن الجامعي نسائلكم خصوصا لطلبة الجنوب الشرقي. هؤلاء الطلبة الذين يعانون من البعد ويعانون من الفقر أيضا، مما يجعلهم أكثر حاجة لتوفير سكن جامعي أو منحة سكن والرفع أيضا من المنحة. هذه المعاناة اللي كيعانوها من البعد والفقر جعلتهم يتركون مقاعدهم في الجامعات. للأسف السيد الوزير أمزازي وعدنا بتوفير نواة جامعة بإقليم زغورة للحد من الهدر الجامعي، لكن السي الميراوي خلف الوعد مقابل أن يوفر سكن جامعي، وخالف حتى هذا الوعد. سيد الوزير، اليوم لا نطالب بامتيازات مع أننا نستحقها في هذه الأقاليم، إلا أننا نطالب بحقنا في تعليم عالي يحترم كرامة هؤلاء الطلبة. ولأننا نعرف أنكم وزير الابتكار سيد الوزير، ننتظر منكم توفير سكن جامعي لهؤلاء الطلبة في انتظار أيضا توفير معاهد ونواة جامعية في الإقليم، كما وفرتم 600 سرير في مدينة الرباط وهذا تشكرون عليه، وأيضا لتكونوا أول من أنزل خطاب صاحب جلالة لتنمية الواحات. شكرا سيد الوزير. جواب السيد الوزير، تفضلوا. شكرا السيدة النائبة المحترمة والسيد النائب المحترم. لابد باش نعترفوا بأنه عدد الأسير راه عندنا بعيد بزاف على داك الشيء اللي خصنا نوصلوا له. الوزارة والمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية تيدير المجهودات ديالو، ولكن المساطر الإدارية حاكمة علينا بأن خصنا نشوفوا نمط جديد هو اللي طلقناه منذ شهر تقريبا في إطار الشراكة عام خاص، سواء البناء أو التدبير، باش نسرعوا الوتيرة ديال التدبير ونحسنوا الخدمات وتوقع هناك شراكة أو اختلاط اجتماعي ما بين كل فئات المجتمع. بالنسبة للرباط وأكادير، هذا العمل ماشي ديال الوزارة بوحده، هذا الدعم الاستراتيجي والدعم ديال السيد الوالي ديال الرباط والسيد الوالي ديال أكادير. اليوم زدنا غير ب7%، ولكن يلا غنوصلوا ل60,000 مقعد. النمط الجديد اللي طلقناه غادي يمكننا باش نطلقوا سنويا ما يناهز 100,000 ديال الأسرة في أفق 2030، باش نكونوا كذلك بالموعد مع بطولة العالم. هذا العام راه طلقنا عروض ديال 127 إكتار في 23 مدينة بتحفيزات جبائية وضريبية اللي تشجع القطاع الخاص، واللي كناديو من هذه المنصه باش يساهم كذلك في التسريع ديال هذه العمليات ديال اعداد السكن، لانه اتفاق متفقين عليه ما يمكنش الطلبه الا ما كانش عندهم السكن والاطعام الحد الادنى وحد ادنى من المنحه باش ينجحوا في الدراسات ديالهم. وشكرا.